اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا صباح الخيرات والحلويات، يا صباح النور والسرور على أحلى وردات وأطعم فراولات. صباح الخير على حبايبي الحلوين. بصوا بقى، بعد صلاة الفجر وقفت في البلكونة، شفت الألوان الفظيعة الربانية الحلوة دي، صنع الله. شفت بقى صنع الله عامل ازاي؟ سبحان الخالق العظيم. بصوا تدريجة الالوان اللي في السماء، الشمس عايزة تطلع كده، تحسوا ان في ايه، حاجة حيشاها كده، هي عايزة تطلع برضو بتعافر. اللي هو لسه كان الوقت بتاع طلوع الشمس لسه شوية عليه. فده بعد الفجر على طول، يعني انا صليت الفجر وقفت في البلكونة شوية، بعد كده بصوا وقفت تصوير وكملت تاني. ده بقى الايه، الدنيا نورت شوية كده. ندعي بقى في الوقت دوت، وقت حلو قوي كده، وانتي قاعدة كده سبحي الله واختمي الصلاة بتاعتك، وادعي باللي في قلبك كله. ادعي لإخوانك المستضعفين في شتى بقاع الأرض، اللهم انصر المستضعفين في شتى بقاع الأرض. اللهم كن معهم يا رب، اللهم آمين. اللهم أمددهم بجنود من عندك يا رب العالمين. وادعوا أولكم وأولاد المسلمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصوا بقى، النهارده فيديو يعني من النوع الحماسي كده والنشاط. قومي بقى لو كسلانه ما عادش فيه وقت. انا كان عندي زي ما انتوا عارفين، انا قلت لكم في كذا فيديو، انا نقله قريب، يعني انا مش بقالي كتير ولا حاجه، بس طبيعي يعني المشايات السجاد الحاجات دي بتتوسخ مثلا، يعني من الدخول والطلوع بقى عليها، وانا عندي كمان كميه تراب فظيعه رهيبه، يعني عشان قدامي زي ما قلت لكم قبل كده خلا. فقلت ما بدهاش بقى وما اتنشط عشان الكسل ما ينفعش، والوقت هيسقع هيبقى هيبرد، مش عارفه اعمل حاجه. زي ما انتم شايفين، مسكت المشايات كلها والسجاد، اي حاجه اغسلها مشطها بالسجاده. توته حبيبتي ربنا يبارك فيها كانت بتساعدني في اليوم ده. على قد ما تقدر، ربنا يبارك فيها يا رب، هي واخواتها. مش سكتهم كلهم، مشطتهم الاول كده بالمكنسه. ومسكتهم كده، ايه، رزعتهم رزعتين في الارض، وبعدين استعنت يلا بالله كده، وقلت ايه يلا، كنت الكلام ده كنت خلصت الغدا وروقت البيت. يعني كنا مثلا إيه على اذان العصر كده، صليت العصر وتوكلت على الله. جبت ميه زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها، بصوا القط كان داخل يلعب، اول ما لقاني كبيت ميه رهوان اختفى. هم ما بيحبوش الميه خالص. المهم حطيت في المية دي ايه، حطيت اومو سايب، وحطيت كلوريكس الوان، وحطيت برسيل جل. وحطيت اللهم صل على النبي كلور. ما حطيتش كلور كتير عشان ما يطفيش الالوان بتاع المشايات. المهم مسكت بقى زي ما انتم شايفين كده، ايه دي، مشاية الغرفة بتاع ابني. زي ما قلت لكم، الحاجة ما كانتش مش نظيفة، بس انا بحسبها ازاي، الشتاء مثلا بيقعد معانا 3 شهور، فمش معقول 3 شهور الشتاء على الشهرين اللي هم كانوا محطوطين فيهم الحاجات دي، ان الحاجات دي مش هتتوسخ. فاهمين قصدي؟ فطبيعي هتبقى اتبهدلت، فانا مش هقدر بقى في عز السقعة ان انا اشيلهم من الارض والولاد يمشوا كده من غير مشيات ولا سجاد تحت رجلهم ويتعبوا، والشقه كمان تبقى ساقعه. فانا قلت لا خلاص، انا اغسلهم حتى ايه، ما يتعبنيش قوي في غسلهم، يعني مسؤول انا في العموم ما بسيبش الحاجه تتبهدل قوي، علشان انا اللي هتبهدل في تنظيفها بعد كده. فقلت لا ما بديهاش، انا سد بصوا باب المطبخ وباب غرفه ابني بالفوطين دول، علشان الميه ما تخشش جوه، لان دي الطرقه اللي قصاد الحمام. انا عندي مساحه الحمام مش كبيره قوي، في شقتي التانية، في شقتي القديمه كان عندي الحمام غرفه. بصوا الحلو ما بيكملش. بس الحمد لله، يعني اما غسلت انا ما اتبهدلتش الدنيا، ولا اتبهدلت قوي ولا حاجه. المهم الحافظه كمان ما حبيتش ان انا احطها صراحه في الغساله ولا حاجه، قلت برضو ايه، هي مش متبهدله قوي اعدي عليها كده. بس حسيت ايه، بصوا هي المقشه الخشنه دي يا جماعه اختراع، والله بتريح جدا جدا يعني، مش بتخليكي تتعبي جامد في غسيل الحاجه. بس انا حسيت ان الحافظة دي يعني متبهدلة شوية كده عن السجادة اللي قبلها. المشاية بتاع غرفة ابني ما كانتش متبهدلة قوي، لان ابني بيخش الغرفة على النوم او لو قاعد بيذاكر ولا حاجة، غير كده مفيش. فجبت لها بقى بعد ما عملت بالفرشة اللي هي المقشة الخشنة، جبت برضو فرشة البلاط، وقمت ايه معدية عليها كمان مرة عشان اضمن ان هي نظيفة ما فيهاش بقع ولا حاجة، وقلبتها على الناحية التانية، وزي ما عملت في الناحية الاولانية هعمل في الناحية التانية. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. صلى على الرسول يا جماعة، واستغفروا الله، لعل وعسى ربنا يعني يصرف عنا الهم والغم، ويصرف عن اخواننا يا رب في شتى بقاع الارض الهم والغم وينصر المستضعفين في كل مكان. الواحد نفسيته يا جماعة وحشة، والله نفسيته وحشة قوي قوي. يمكن انا لما بعمل، اما بقوم مثلا من الناس اللي لما اكون نفسيتي تعبانة او متضايقة او كده،
بحب اقوم اعمل اي حاجة في البيت، ما بسلمش نفسي للزعل وكده. ولان مفيش مفر، يعني الواحد الاخبار محوطاه من كل مكان، فنفسيا والله تعبان، ان مفيش بايده حاجة غير الدعاء. والله فادعوا يا جماعة، ادعوا، ما تستكتروش الدعاء. وما تستهونوش بالدعاء، والله ادعوا بجد من قلبكم. ربنا يا رب ينصر اخواننا المستضعفين في شتى بقاع الارض، اللهم امين. ويصرف عنا وعنهم الحزن والهم والغم، اللهم امين يا رب العالمين. المهم زي ما انتم شايفين، عشان بس ما نقلبهاش ما نقلبهاش على بنتي دايما تقول لي ايه، مش عارفه ايه، دراما كده. دراما كوين، عشان ما نقلبهاش دراما كوين، عشان ما بقاش انا دراما كوين، هي بتقولي كده. المهم المشاية دي اللي هي الكليم اللي على الكنبة، اتعاملت معاه معاملة السجاد. الأرض على فكرة نظيفة، انت لو تلاحظوا المية اللي أنا بمسحها بجرها بالمساحة مكان المشايات اللي بغسلها، بفضل الله المية مش متوسخة ولا حاجة، المية حلوة. ده دليل ان الحاجة مش متبهدلة قوي. فمش طبيعي ان انا اسيب سجادي يعني 6 شهور في الارض من غير غسيل، انا شايفة كده. وعلى فكرة انا لو سجاد كبير قوي كنت وديته مغسلة، بس هي كلها بالنسبة لي كانت مشايات وكده. بصوا بقى الجزء ده علشان الأمانة، أنا غسلت المشايات بتاعتي على يومين. يعني أنا يوم غسلت فيه اللي هو البنك بتاع غرفة البنات، كانوا متبهدلين قوي قوي اللي أنا بغسلهم دولت، ومش هحطهم في الصيف خلاص، مش هحطهم قصدي في الشتاء خلاص. أنا هسيبها لهم في مناسبات، يعني في أعياد، في حاجات من دي، غير كده لأ. لان ما بيستحملوش، دي تاني مره يتغسلوا، وانا نقله ما بقاليش 3 شهور، يعني تاني مره يتغسلوا، فهيتبهدلوا حرام. فانا خلاص هفرش لهم اللي كانوا في الشقه القديمه في غرفتهم هناك في الشقه القديمه، وهغسل دول غسله نظيفه وهشيلهم. فده يوم تاني. انا ما قدرتش اعمل كله في يوم واحد، لان انا قلت لكم قبل كده انا عندي التهاب في العصب بتاع دراعي اليمين، فانا ما اقدرش ان انا اعمل كل ده في يوم واحد. وانا زي ما قلت لكم معلش ما كملتلكوش، انا لو عندي سجاد كبير قوي بوديه المغسله، ما بغسلهوش انا في البيت خالص نهائي. لان انا لما بعمل كده ممكن اقعد اسبوع بقى بدراعي لابسه المعصم في ايدي، مش قادره اعمل حاجه، ارفع ايدي تتعبني، امسك معلقه اكل تقع من ايدي، عارفين انتوا الموضوع بيوصل معايا يعني لمرحله صعبه قوي. فالله المستعان. فبس كنت مضطره صراحه ان انا اغسلهم، لاني لو كسلت عليهم الجو كان هيبرد علينا وهما ما اتغسلوش. ربنا يبارك لي في توته يا رب ويحميها، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتحب تساعدني. فانا برضو ما بحبش اتقل عليها، فانا بخليها تعمل وارجع اعيد من وراها. يعني بص انا بخليها تعمل وارجع انا امشي من وراها تاني، وهي بقى رايحه جايه متشمره كده وانا خايفه عليها تتزحلق. فبقيت اقول لها ايه، طب بصي يا توته هاتي المسحه انتي وجري الميه، انا هي عايزه تشتغل عايزه تعمل، بس انا صعبان عليها تعبها. بس معلش يخلوا ولادكم يشاركوكوا في كل حاجة، ما هيش عيب ولا حرام، ولا انتوا بتيجوا عليهم ولا حاجة، علشان حتى يحسوا بالمسؤولية ناحية الحاجة دي ويحافظوا عليها ان هما ما يبهدلوهاش. انما لو ما حسوش بانك بتتعبي ازاي في الحاجة دي عشان تعمليها، مش هيحافظوا عليها على فكرة. المهم زي ما انتم شايفين بقى، كنت بخليها تساعدني ايه، تعمل هي بالمقشة الخشنة وانا ارجع اعمل وراها بالفرشة. وبعدين اللي كنت بغسله باخده بقى هنا في الحمام، احط كده الصغيرين المشات الصغيرة، افردها كده واشطفها، واسيبها في جنب. وبعدين ايه، احطها الفها ورول واحطها في جنب. جه الدور على ايه، دي السجاده مش كبيره، انا قلت لكم لو سجاد كبير بودي بره، دي تعتبر اكبر سجاده في السجاده اللي كنت بغسله في اليومين دول يعني. دي سجاده كنت حطاها عند الكنبه مكان ما احنا بنقعد في الليفينج، وارد ان الوردات الفاتحه دي تكون اتبهدلت، فقلت يلا بالمره اغسلها. والله بصوا على قد ان انا عماله ارجع في نفسي واقول ايه، لا يعني ما هم نضاف على فكرة. انا غير السجاد اللي انا غسلته قدامكم ده، انا كمان في مشايتين كبار غسلتهم برضو بتوع غرفة النوم، بس تالت يعني تالت يوم، يعني انا غسلت دول على يمين وكنت هستكفى بكده، وقلت خلاص بتوع اوضه النوم نضاف، ما حدش بيدخل غرفة النوم غير عن نوم يعني، فنضاف مش مستاهلين. والله اجي اصلي الفجر بقى الشيطان بقى من الذين يمسكني يقول لي ايه، يعني انت هتسيبيهم الشتا كله وتيجي بقى تدوري بعد كده تقولي لا انا سبتهم اليوم ما غسلتهمش. اقوم من النوم الصبح اشد في ايدي المشيات وانا طالعه، يعني انا صاحيه من النوم كده اشيل المشيات في ايدي وانا طالعه واحطها عند باب الحمام، عشان خلاص ايه، يبقى انا كده امر واقع هغسلها. بس ده طبعا تاني يوم بعد ما غسلت المشيات دي.
ابص السجاده دي بوقفها وافرد حته حته فيها كده واشطفها وارجع الماها تاني واشطفها كمان مره. البانيو بقى استسهلت ان انا اشطف فيه الكليم واشطف فيه الحافظه. وكمان المشاية بتاعي ابني وقفتها برضو فردتها شطفتها من جوه، وبعد كده بحب اشطفها تاني من ظهرها كده كمان ايه كام شطفة. طبعا الدنيا كلها متبهدله بقى، مكان ما كنت بزيح الميه من بره على الحمام، والحمام اخر حاجه هعملها. ونسيت اقول لكم ان انا كمان في اليوم ده غسلت ستاره البلكونه، لان زوجي جابها لي من الشقه القديمه وانا كنت سايباها مغسوله، اكتشفت ان هي كلها تراب فرجعت غسلتها تاني. سبته بقى كل حاجه تتصفى، وقلت ايه اعدي كده بما اني شلت السجاد والحاجه اللي كانت مفروشه، اعدي امسح الارض برضو، وارد يكون في تراب في شعرايه كده في فتلايه كده. الحاجات دي عامه لما انا بشوفها في الارض بتضايق. فعديك كده جبت مره مره ازاي يعني مره من المرات جبت ميه بديتول، ده ديتول سايب بجيبه من عنده بتاع المنظفات بمسح بيه، اذا كان هو او الفينيك كلور بحب امسح بالحاجات دي. فحطيت كده شويه في الميه ومشيت بقى بالشرشوبه كده مسحه سريعه، يعني الدنيا من تحت الانترين دي فاحنا لسه عاملينها مع بعض في فيديوهين فاتوا، فالحكايه مش مستاهله ان انا اشد كل شويه واودي بقى. انا دراعي اصلا كان استوى في اليوم ده، وعايزه اقول لكم ان انا هدومي كانت عباره عن ميه، لاني كنت بوقف السجاده وارجع افتحها عشان اشطفها وارجع المها تاني عشان اشطفها من ظهرها. كانت هدومي عباره عن ميه. فتخيلوا بقى ان احنا نعمل الموضوع ده في الشتاء والسقعه، لا هيبقى متعب قوي. انا سايبه الارض كلها في الشقه مكشوفه، هنفرشها ان شاء الله سوا. مش فرشه بس غير في الليفنج عشان ما ينفعش تحت رجل الولاد كده رايحين جايين يبقى فاضي، ففرشت لهم الحافظة القطيفة دي في الأرض. وهنا شديت بقى السفرة من مكانها، دي الطرقة التانية الصالة التانية. أنا عندي 2 صالة، دي محطوط فيها السفرة ومحطوط فيها التلاجة ومحطوط في جنب عند الحمام الغسالة وسبت الغسيل والنيش هنا. فمسحت بقى الجزء ده كمان عشان كمان كنت بغسل هنا قرب الحمام هنا، فعشان برضو ما يكونش فيه مية راحت هناك ولا حاجة. بصوا بقى بالليل ازاي بعد ما صليت العشاء لبست الاسدال بتاعي وصليت العشاء، كنت ريحت شويه طبعا بعد ما خلصت، يا دوبك ريحت ايه مفيش نص ساعه. آه قمت بقى قلت ما بدهاش الحاجه زمانها اتصفت، واتاكدت طبعا ان مفيش حد من الجيران نشر غسيل ولا حاجه. اهم حاجه الموضوع ده يا جماعه عشان ما ناذيش جيراننا. انا لو جارتي اللي تحت نشره وانا عارفه ان غسيلها ناشف وانا هنشر حاجه مبلوله ولا حاجه، لازم ابعت لها الاولاد يقولوا لها. ولو لقيت حد من الجيران من ادوار تانية مش من تحتي على طول، بستنى والله على حاجه ما انشرهاش غير ما يكونش فيها ولا نقطه ميه. بقول لكم ان انا غسلت كمان الشنطتين بتوع البنات بالمره كده، وانا واقفه بغسل الحاجه قلت يلا تعب بتعب بقى واغسلهم لهم بالمره. فدولت نشرتهم زي ما انتم شايفين كده. بصوا بالليل ازاي قلت ايه كانوا اتصفوا ما كانش فيهم والله ولا نقطة مية، لو كان فيهم والله ما كنت نشرتهم غير لما يصفوا ميتهم خالص. انا ركنتهم على البانيو لما صفوا، وبعد كده دخلت ركنتهم عندي على كراسي البلكونة عشان لو في مية يصفوا بقيتها في الارض، مش يصفوها في الشارع. واصلا ما كانش في حد تحتي ناشر خالص في اليوم ده بفضل الله الحمد لله. فنشرت دولت قلت يطلع عليهم الشمس كده ايه يتشمسوا ويبقوا حلوين. وخدت الستاره كمان اللي هي تتعلق في البلكونه دي، الستاره الجلد كانت في شقتي القديمه، نشرتها على السور بتاع البلكونه. خفت انشرها صراحه على الحبال تطير او تاخد الحبال وتقع ولا حاجه لان تقيله قوي. بصوا هتلاقوني بشبك بكم مشبك. الكليم ده كمان عندنا بقى المشابك اللي هي بتاع البطاطين، شبكت بيها الكليم كمان علشان ما يقعش ولا حاجه. سبتهم بقى يتصفوا ويتهووا خالص، وفعلا على ما الشمس طلعت عليهم على اذان العصر كده كانوا نشفوا وبقوا تمام. تاني يوم يعني العصر كانوا نشفوا وبقوا تمام وتشمسوا وبقوا زي الفل. لان زي ما بقول لكم هم اتسابوا فتره لما صفوا ميتهم كلها الميه الزياده اللي فيهم. حتى الكيسه اللي منشوره دي اللي كان زوجي جايب لي فيها الستاره بتاع البلكونه من الشقه القديمه، فغسلتها برضو عشان ايه بما ان الستاره جايه مطربه يبقى اكيد الكيسه مطربه. فغسلتها برضو اهو. بصوا الستارة نشرتها كلها. تاني يوم بقى نشرت الصبح اهو. بصوا نشرت بقى السجاد التاني اللي انا غسلته، مش انا قلت لكم ان انا غسلته على يومين، ده بقى بقيه المشايات اللي اتغسلت. الحتتين دول كنت خدتهم وحته المطبخ معايا بالمره غسلتها وبس خلاص. حمل كده مره واحده والزحم من على دماغي عشان نفرش بقى وندفي بيوتنا وندفي شقتنا. ما تنسونيش في لايك. انا بحبكم في الله، مع السلامه.